السلام عليكم. اليوم نتكلم عن الأكلة الهريش اليمني، هو من المطبخ اليمني. نجيب كوب برج شوش يكون مطحون خشن يشبه السميد، كوبين ونصف موية، كوب إلا ربع الطحين أو دقيق نسميه دقيق، برمي العقط ملح. الطريقة تكون نحط الموية على النار إلى أن يغلي، ونخلي عليه نضع عليها الملح والشوش ونخلطه بالمحاوش إلى أن تتجانس مع بعضها، يكون شكلها سايل. نهدي النار اللي عليها ونخليها 10 دقايق تنضج على النار، وبعدين نضيف الدقيق على الخليط السابق ونحركه بسرعة بالمحواش على نار هادية حتى يختلط مع بعضه، ونظل نخلطها على النار حتى تشوف شكلها متجانس لمدة دقيقتين، وبعدين نسكبها في الحرضة وهي ساخنة حتى تنزل بدون صعوبة، لأن إذا بردت داخل الإناء ما راح تنزل بسهولة. بعدين نسويها على شكل دائرة ونعمل لها فتحة في الوسط وتقدم ساخنة، ونحن نعملها قبل الغداء مباشرة ثم نسكبها في الفتحة أي المرقض.